علاء الدين والمصباح السحري، حكاية من التراث العربي. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هناك شاب يدعى علاء الدين. كان علاء الدين وأمه يعيشان في حالة فقيرة، إلا أنه كان يتميز بذكاء شديد. وفي أحد الأيام اسمحوا لي، هل هذا هو بيت علاء الدين؟ نعم، أنا علاء الدين، ما الأمر؟ لم ير علاء الدين هذا الرجل من قبل. حسنا يا علاء الدين، أنا أخو أبيك الذي مات، في كلمة أخرى عمك، وأنت ابن أخي، وهذه أمانة تركها لك والدك. لقد أوصلت لكم الأمانة. بعد ذلك دعا الرجل علاء الدين كي يذهب للتمشي قليلا. هل هو هذا عمي حقا؟ لا أدري أين يأخذني. لماذا أخذ ذلك الرجل علاء الدين إلى مكان بعيد جدا؟ هل فعلا هو عم علاء الدين؟ كلا بالطبع، إن الرجل كان مشعوذا. ولكن ما الذي يريده من علاء الدين، وإلى أين يأخذه الآن؟ عمي، أين نذهب؟ الجبل. جبل؟ لماذا أراد المشعوذ أن يذهب إلى الجبل الموجود في الصحراء؟ عمي، لماذا نحن ذاهبون إلى الجبل؟ انحنى المشعوذ أرضا وصار يدمدم ببعض الكلمات. حرتكوش فرتكوش، حرتكوش من فرتكوش. عمي، بدأت الأرض تهتز وتحركت الصخرة من مكانها. ما هذا؟ لا أريد، لا عمي، لا اسمع، إنني مشعوذ، هذه هي الحقيقة. لا انظر، إنني مشعوذ حقيقي. استمع يا علاء الدين، أريدك أن تدخل إلى هذا الكهف وتحضر لي المصباح. مصباح؟ نعم يا علاء الدين، مصباح عجيب، وأنت الوحيد الذي تستطيع الحصول عليه. لماذا لا تذهب أنت؟ أنت فقط تقدر على ذلك. إذا حاول شخص غيرك الحصول عليه فإنه سيموت في الحال. هل سترفض طلبي؟ لا، حسنا، سأذهب. كان علاء الدين يتوجس طريقه داخل الكهف المظلم. كيف المظلم؟ وكما قال المشعوذ، كان هنالك مصباح بالفعل، وكان المصباح محاطا بالذهب والمجوهرات. ملأ علاء الدين جيوبه بالمجوهرات، ثم عاد إلى الثقب حاملا المصباح بيده. المصباح حسنا، سوف أسلمك إياه. أعطني المصباح، هيا بسرعة. المصباح السحري. رائع. لن أعطيك إياه. وهكذا سقط علاء الدين داخل الكهف والمصباح في يده. ماذا أفعل؟ لقد سقطت. أعطني المصباح، لن تفلت مني. وهكذا بقي علاء الدين محبوسا داخل الكهف، بينما عاد المشعوذ بدون أن يحصل على المصباح. كيف سأخرج من هذا الكهف؟ ولكن ما قيمة هذا المصباح؟ لا يساوي شيئا بالتأكيد. حاول علاء الدين أن يمسح الغبار عن المصباح بفركه بيديه. لبيك. أؤمر يا سيدي، أؤمر في الحال، أؤمر. أريد أن أعود إلى بيتي. نعم. حاضر يا سيدي، حالا. بعد ذلك استطاع علاء الدين أن يعود إلى البيت، وقدم شكره للمصباح العجيب، وصار علاء الدين أغنى رجل في المدينة،
وطبعا فإن أمه أصبحت سعيدة في حياتها معه. بعد هذا كله تمنى علاء الدين وأمه أن يكون لديهما بيت جميل، وفي خلال دقائق تحققت هذه الأمنية، وفي الحقيقة تحقق كل ما يتمناه هو وأمه. أحب علاء الدين الأميرة منذ أول نظرة، وتمنى أن تكون زوجة له. تمنت أمه أن يعيش ولدها بسعادة مع المرأة التي يحبها، لذلك ذهبت إلى القلعة تحمل مجموعة من المجوهرات. أدرك الحاكم بأن علاء الدين سوف يجعل من الأميرة امرأة سعيدة، لذلك قرر أن يسمح لهما بالزواج. يا للسعادة! لقد كان عرس علاء الدين والأميرة رائعا، وقد احتفل به كل الشعب. ياي لابد أن أسترد المصباح، لابد. نعم. وبعد عدة أشهر، وبينما كان علاء الدين غائبا، ظهر رجل غريب أمام قصره. مصابيح جديدة بدل المصابيح القديمة، هيا من يستبدل؟ هيا، إنها مصابيح جديدة رائعة. تذكرت الأميرة مصباح علاء الدين، واعتقدت بأن استبداله بمصباح جديد سوف يفرح علاء الدين. لقد حصلت على المصباح الرائع. خذ هذا القصر من هذا المكان وخذوه بعيدا مع الأميرة. حينما عاد علاء الدين من نزهته في الغابة، أصابه الذهول. لقد اختفى القصر واختفت الأميرة معه. صار علاء الدين يبحث عن زوجته في كل مكان، وبينما كان يسافر من هنا إلى هناك، سمع الناس يتحدثون عن القصر الذي كان يطير في الهواء. سر في هذا الاتجاه وسوف تجد القصر. وبعد عناء شديد شاهد علاء الدين قصره في مكانه الجديد، وأدرك أن المشعوذ كان وراء ذلك. علاء الدين! رأت الأميرة علاء الدين راكبا جملا يبحث عنها. رمى علاء الدين شيئا إلى الأميرة، إنها رسالة. الذي المزيد. بدأ مفعول المنوم يسري في جسد المشعوذ. تعالي إلي، يا لك من جميلة. لقد ظن المشعوذ أن علاء الدين هو الأميرة. اسمعني جيدا، تخلص من هذا الشرير نهائيا. في خدمتك.
وهكذا استعاد علاء الدين زوجته الجميلة وقصره الكبير، وعاد إلى مدينته سالما ليحيا هناك حياة مليئة بالحب والهناء والمودة. لماذا يتعارك الكلب والقط دائما؟ حكاية من الصين. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هنالك رجل عجوز يعيش مع زوجته في إحدى القرى. نسيت أن أقول لكم أنه كان لديهما قط وكلب. كان الرجل العجوز وزوجته يعاملان القط والكلب وكأنهما ولداهما، فكان الجميع يعيشون في سعادة تامة مع بعضهم البعض. كل صباح كان القط والكلب يحملان سلة من الخيزران ويذهبان إلى السوق، ثم يساعدان الرجل العجوز في الحقل. الكلب والقط لم يذهبا هذا اليوم في الطريق الصحيح المؤدي إلى الحقل، وإنما ظلا يلعبان سوية. أفعى خضراء، إنها ميتة. إنها ما زالت حية، دعينا ننادي الرجل العجوز. أخذ الرجل العجوز الحية الخضراء إلى بيته واعتنى بها، ثم استرجعت صحتها وبدت في أوج قوتها. مضت 10 أيام وبدت الأفعى على أتم الاستعداد لمغادرة المنزل. ردا للجميل يا سيدي، فإني سأعطيك ذيلي، ضعه في هذا الصندوق، وحينما تحتاج إلى المال أرجوك أن تخرجه وتهزه. حسنا، سوف أجرب. بعد أن حصل العجوزان على المال تحسنت حالتهما، ولكن في إحدى الليالي جاء تاجر إلى ذلك البيت وسألهم إذا كان بالإمكان أن يبيت عندهم تلك الليلة. هل تسمحون لي بالمبيت؟ كان الرجل العجوز كريما، لذلك فقد سمح له أن يبقى. في تلك الليلة عندما كان الجميع نياما، بدأ التاجر بالنظر في جميع أرجاء البيت، إذ أن هذا التاجر لم يكن سوى لص ليلي. كان هذا اللص قد سمع بقصة ذيل الأفعى الخضراء من القرويين، فأراد أن يسرقه. لقد حصلت عليه. في صباح اليوم التالي اكتشف العجوزان أن الصندوق الذي يحوي ذيل الأفعى قد سرق. يجب أن نفعل شيئا، ما رأيك أن نبحث عن هذا اللص الماكر؟ توافقين؟ هل تعرف أنت أين هو الآن؟ أخبرني. لا أعرف، لكني لا أقدر أن أرى الرجل العجوز وامرأته حزينين. إنني متعبة. حسنا سيدي، يجب علينا أن نذهب ونجلب ذيل الأفعى الخضراء، ما رأيك؟ تريدين أن تذهبي؟ حسنا. ترك القط والكلب بيت الرجل العجوز وسارا يبحثان أياما طويلة، لكنهما لحد الآن لا يعرفان إلى أين ذهب اللص. كانا جائعين وحاولا العثور على أي طعام، لكنهما لم يجدا أي شيء. فلنعد إلى بيتنا ثانية. كيف نعود وأيدينا خالية؟ لقد جلب الغراب لهما أنباء حسنة، حيث أخبرهما بأن بيت اللص الذي يبحثان عنه يقع في قرية قريبة. هيا أسرع، هيا بنا.
ماذا حدث؟ إذا عبرنا هذا النهر فإننا سنكون عند بيت اللص. أنا لا أقدر أن أسبح، لا أقدر أبدا، لا أستطيع. حسنا، سأحملك على ظهري. هيا تعلقي بي جيدا. أنا خائفة. امسكيني جيدا بقوة. أخيرا استطاع الكلب والقطة أن يصلا إلى بيت اللص الذي سرق الصندوق. ما كل هؤلاء الناس؟ سوف نرى. ولكن ما الذي يجري في هذا البيت؟ أن يخرجا ولا تعودا ثانية، مفهوم؟ إن ذلك اللص أصبح رجلا غنيا، واليوم هو يوم زواجه. أيتها القطة، لقد فشلت خطتي، والآن جاء دورك. أنا أعتمد عليك. دعي الأمر لي، سوف أجد وسيلة مناسبة. هيا. حسنا، أنتظرك هنا، لا تتأخري. حاضر، وداعا. ظنت القطة أن ذيل الأفعى الخضراء موجود في غرفة النوم، لذا فقد ذهبت إلى هناك، ولكنها لا تدري في أي مكان من الغرفة قد وضع الذيل. في تلك اللحظة ظهر لها فأر لطيف. انتظر أيها الفأر، انتظر. وتمكنت القطة من الفأر في إحدى الزوايا. أرجوك أن تنقذي حياتي، سأفعل كل شيء. أرجوك. حسنا، هيا أحضر لي الصندوق الذي فيه ذيل الأفعى الخضراء، وبسرعة. هيا أسرع. حاضر. هذا هو. وهاجم اللص القطة. توقفي. أمسك بها. لا تدعوها تفلس منكم. ونجحت القطة في استعادة الصندوق الصغير الذي يحتوي على ذيل الأفعى. يجب علينا إذن أن نعبر هذا النهر ثانية. كوني شجاعة، أنت قطة قوية وذكية. هذا صحيح، فعلا أنا قطة شجاعة، فقد أنجزت عملا رائعا. هيا بنا. امسك الصندوق جيدا، حاولي ألا يقع منك. فكرت القطة بالجائزة الرائعة التي سوف يهديها إياها الرجل العجوز. نظرت حولها فأغراها منظر السمك. نسيت القطة الشجاعة تحذيرات الكلب، ففتحت فمها بدون أن تفكر وسقط الصندوق. لقد اختفى الصندوق الصغير في أعماق الماء، وقد قررت القطة والكلب أن يعودا إلى النهر للبحث عنه. وظل الكلب الشاطر يغوص في النهر باحثا عن الصندوق حتى وجده، لكنه كان متعبا جدا لدرجة أنه لم يستطع أن يتحرك خطوة واحدة، لذا فإنه سقط حال خروجه من النهر. يا للقطة الماكرة، أرادت أن تنفرد بالجائزة لنفسها، وقررت أن تعود إلى البيت وحدها بدون الكلب المسكين. عندما عادت القطة إلى البيت، أخبرت الرجل العجوز بأنها قد تمكنت من استرجاع ذيل الأفعى بدون مساعدة الكلب. صدق الرجل العجوز كلامها وقدم لها أحسن الطعام والشراب. وأخيرا وصل الكلب. أين كنت طوال الوقت؟
انظر إلى القطة، لقد استعادت ذيل الأفعى الخضراء بينما كنت أنت نائما خارج البيت ولم تفعل شيئا. هيا اخرج اخرج، هيا. يا للكلب المسكين، منذ ذلك الوقت والكلب يحمل حقدا دفينا للقطة الماكرة.